مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكونوا بخير ويكون الجميع في طمأنينة وراحة بال. انا عارفة ان اللي انا بقوله ده اصلا صعب في الفترة دي بالذات، لان احنا حتى لو اسرنا بخير والحياة حوالينا بخير، فطبعا بسبب الاوضاع الحالية في غزة مفيش حد عنده راحة البال، محدش قادر يبقى عنده راحة بال. انا حتى والله نفسي اطلع لكم من زمان، واديني اهو بسجل لكم دلوقتي. مش عارفة اطلع زي ما كنت بطلع الاول واقعد اصور معاكم، فجبت فيديوهات قديمة قوي مش عندي حتى يعني من الامارات فعشان اطلع اكلمكم، لان بجد انا مفتقداكم وعايزة اتكلم معاكم. فعايزه اتكلم دلوقتي باختصار قوي في حاجه لكلنا. كل واحد كان عنده مشكله وعنده حاجه مهتم بيها قوي وحاجه مشيله الهم قوي، من ناحيه ظروفنا والاقتصاد اللي وقع وعندنا وعند كل البلدان، مش عندنا لوحدنا. دراسه اولادنا، حاجات مشغولين بيها. هي كده طبيعه الدنيا، خلق الانسان في كبد، وفي ناس بتعرف تصبر وناس بتعرف ترضى وفي ناس ما بترضاش وما بتتقبلش الاوضاع، وده طبعا غلط جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الشاكرين، لكن كلنا سواء اللي بيرضى واللي بيصبر واللي بيقنط واللي مش راضي، كله دلوقتي انشغل وانصب همومه كلها في اللي احنا فيه واللي احنا عايشينه دلوقتي على اهلنا في غزة. وده خلانا طبعا مع دعانا ليهم واهتمامنا بيهم مش عارفين نعيش حياتنا الطبيعية تاني، ومش عارفين نصبح على امل وطاقة متجددة تاني، ومش عارفين ننام واحنا مرتاحين. بس حطينا كلنا في حتة ان احنا ايه ده، احنا كنا مش حاسين بنعمل اللي احنا فيها ازاي كنا بنزعل، ازاي كنا بنشكي، ازاي كنا بنبكي، ازاي كنا بننام متضايقين حاجة واي سبب، وحاجات ممكن تكون تفاهات، والله تفاهات. دلوقتي لما نسمع عن شعب يعني شقيق واخواتنا واولادنا وحبايبنا مش لاقيين المية، مش لاقيين العيش، يعني لسه سامعة دلوقتي طبعا احنا كل شوية وكل ثانية بنسمع حاجات وجعت قلوبنا جامد. مش لاقيين العيش لاولادنا نسكتوهم بيه بالليل، مش لاقيين ميه نضيفه نشربها. بفتكر كده النعم اللي احنا كانت مرت علينا وكنا عايشين فيها، وكنا وقتها انا واحده من الناس الحمد لله رب العالمين. ربنا خلقني، مش انا يعني بشكر في ناس، ربنا خلقني من الراضين، لكن برضو كان بيجي اوقات عليا مفتقده كذا، عايزه اجيب كذا، عايزه اكبر كذا، سواء في مجال شغلي او حاجه تخص اولادي. خلاص تحسوا ان الاحلام كده عندنا كلها انتهت. احلامنا كلنا دلوقتي ان احنا نسمع ان البلد دي بخير، وان ربنا ينصرهم، وان ربنا يحقن دمائهم، وان حياتهم تبقى طبيعيه زي الحياه الطبيعيه اللي احنا كنا عايشينها ورافضينها متأففين عليها. انا عايزه اوسع شقتي، انا عايزه لا اجيب شقه تمليك عشان انا ساكنه في ايجار حديث، انا عايزه زوجي يشتغل شغلانه قصاد الشغلانه بتاعته عشان نحسن من مستوانا. ممكن يبقى ده طموح، وممكن يبقى ده طمع، وممكن يبقى حاجات كتير، مش حاجات بتبعدنا عن ربنا وبتخلينا مش قادرين نقول الحمد لله على النعم الكتيره اللي احنا فيها. بس بعد الوضع اللي احنا فيه ده اظن ناس كتير رجعت نفسها ورجعت حساباتها في حاجات ياما. في ناس كتير جدا جدا دلوقتي ما بتتمناش غير انها تموت على حسن خاتمه، ان ربنا يثبت عليها العقل والدين وتفضل بيقينها بالله عز وجل لحد ما نقابله. فيا رب انا جايه اقول لكم ان احنا بجد كلنا كنا في نعم كبيره قوي وما زلنا في نعم كبيره قوي، بس اغلبنا مش حاسس بيها. وعايزه اقول لكم في وسط ده كله اوعوا تنسوا اخواتكم من دعوتكم ابدا، ربنا ينصرهم يا رب.